فتح الباب، شافني ناعسة وبغى يرجع، وانا نقول ليه اجي دير لي المساج لظهري. والكارثة اللي غادي ندير مع برهوش، مع انا غليظة قلت ما غاديش يوصل صدمني بشنو عمل. سلام عليكم خوتي، اليوم نعاود لكم قصتي مع ولد عمي، قصة فيها بزاف ديال الأسرار، فيها الغلط، الضعف والوحدة، ولكنها القصة ديالي وماشي ساهل نحكيها، غير باش الناس تعرف باللي ما كاينش إنسان معصوم، وكل واحد عنده لحظة في حياته تقدر تقلب كل شي. أنا سميتي أسماء، عمري 36 عام ومازال ما تزوجتش، عايشة في دارنا مع الوالدين، وحياتي تقريبا روتين، دار خدمة وسكات. ما كنتش كنخرج بزاف، عائلتنا محافظة والناس كيشوفوني ديما بنت دارهم اللي محترمة، ولكن الداخل ديالي عامر بالوحدة وبالأسئلة اللي ما عندهاش جواب. دارنا قريبة من دار عمي، حيث أصلا كانت دار الجد وعمي ساكن الفوق، وهذا القرب خلى التواصل بيناتنا ساهل بزاف، خصوصا مع ولد عمي اللي كان صغير عليا بشوية، مؤدب وظريف، وكنت كنشوفه بحال خويا. نهار داك ما غاديش ننساه، كانت دار خاوية، الوالدين خرجوا وأنا بقيت بوحدي، كنت عيانة وتقلقت، ناعسة في الصالة بلا ما نحس بنفسي. حتى دخل هو، فتح الباب، شافني في ديك الحالة وبغى يرجع، ولكن أنا في ذاك اللحظة كنت في واحد الحالة غريبة، يمكن ضعف، يمكن فضول، ما عرفتش. قلت ليه كلمة ما كنتش عارفة أنها غادي تبدل كل حياتي: أجي دير لي المساج لظهري. تبدل وجهه ووقف حاير، وأنا حتى أنا ما فهمتش علاش قلتها. اللحظة كانت سريعة، ولكن دازت فيها بزاف ديال الأحاسيس، خوف، تردد، وشي حاجة ما مفهومة. ما غاديش نحكي شنو وقع بالضبط، ولكن نقدر نقول لكم أن داك النهار كان نقطة تحول في حياتي، ما بقاش كل شي كما كان. من بعد داك الموقف وليت كنعيش في صراع مع نفسي، ما بين العقل اللي كيقول لي نسي والقلب اللي باقي حابس في داك الماضي. عام تقريبا وأنا غارقة في دوامة ديال الندم، وديما كنحاول نقنع راسي أني كنت غير ضعيفة، وأن اللي وقع ما كانش مقصود. الناس كيشوفوني بخير، ولكن الداخل عامر. كل مرة كنمشي لدارنا وكنسمع صوته ولا كنشوفه كنرجع داك الإحساس القديم، كنحس قلبي كيدق وكنخاف من راسي، كنخاف نطيح في الغلط مرة أخرى. حتى جا النهار اللي تبدلات فيه حياتي، تزوجت وبديت حياة جديدة، راجلي طيب وبغيته، ولكن مهما حاولت الماضي باقي كيدق في باب الذاكرة. كنحلم أحيانا كنفيق مفزوعة وكنقول مع راسي علاش ما قدرتش نوقف من داك الوقت. دابا كنعيش في سلام نسبي، ولكن كل زيارة لدارنا كتخلعني، كنحس بحالي داخلي فيه حرب ما بين بنت باغية تسامح راسها ومرأة باقي حاملة سر معمرها حكاتو حتى لشي واحد. وخا نحاول نبان قوية، في الحقيقة أنا مازال متألمة، وخا الزمن داز الجرح باقي، وكل مرة كنسمع شي قصة بحالي كنبكي. ما كنبكيش على اللي وقع، ولكن على داك الإحساس ديال الضعف اللي قدر يطيح فيه أي واحد فينا. دابا خوتي كنطلب منكم نصيحة، واش نواجه داك الماضي ونحاول نصفي قلبي، ولا نطوي الصفحة ونسكت نخلي الزمن هو اللي يدوي الجرح؟